وبركاته. معاكم محمد عطية وفيديو جديد. أنا النهاردة موجود في واحد من أشهر الأماكن في قلب اسطنبول، إيمينونو. الحقيقة اللي أنا بعدي على المنطقة دي كتير، يعني وأنا رايح الشغل وأنا رايح لأصحابي، والمنطقة دي واحدة من المناطق اللي ليها تاريخ طويل قوي في الدولة العثمانية، وحتى في الدولة البيزنطية قبل الدولة العثمانية بآلاف السنين. لو بصيت حواليك كده هتلاقي مطاعم، هتلاقي مرسى سفن، أسواق، مئات الناس من جميع الجنسيات، لأن المكان ده كان أهم مركز تجاري في المنطقة كلها. المنطقة دي كانت مسؤولة أو كانت مقر عن مسؤول الجمارك اللي كانوا بيتابعوا البضائع القادمة من اسطنبول في جميع أنحاء العالم. تخيلوا كده إن أي سفينة كانت داخلة اسطنبول كانت لازم تعدي من المكان ده. في العصر البيزنطي قبل العثمانيين بوقت طويل كانت المنطقة دي ميناء رئيسي للقسطنطينية اللي هو الاسم القديم لاسطنبول. ولما العثمانيين فتحوا اسطنبول سنة 1453 على يد السلطان محمد الفاتح، أصبحت إيمينونو مركز التجارة الرئيسي للدولة العثمانية. يعني ببساطة انت لو كنت تاجر من 400 سنة فغالبا هتمر على المكان ده. ومن اهم معالم المنطقة هنا هي السوق المصري، واحنا كنا عملنا فلوج عليه قبل كده، هتلاقوا الفيديو يعني قريب مش بعيد. وهتلاقوا مطاعم السمك من اشهر الحاجات اللي موجودة هنا، بالذات سندوتش السمك المشهورة بيه المنطقة هنا في اسطنبول. المنطقة هنا اتغيرت كتير قوي عن زمان. يعني بدل ما كنت هتلاقي السفن التجارية القديمة هتلاقي العبارات اللي بتروح الجانب الآسيوي واللي بتطلع على جزر الأميرات. بدل ما كنت هتلاقي مثلا قوافل تجارية هتلاقي سياح من جميع أنحاء العالم. لكن الحاجة الوحيدة اللي مش هتختلف على مر الزمان هي إن المنطقة هنا ليها طابع تاريخي، وكل ركن فيها حرفيا بيحكي قصة جديدة أو بيحكي قصة اتعملت في زمن ما في المنطقة هنا، سواء في العصر البيزنطي أو العصر العثماني. هذا اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بقى رمز من رموز اسطنبول. ناس بتيجي كل يوم للصيد، سياح بيقفوا ويتفرجوا ويتصوروا، مطاعم بتقدم سندوتش السمك المشهور. لو سألت أي شخص زار اسطنبول عن أكتر مكان حس فيه بروح المدينة غالبا هيقولك إيمينونو، لأنها تجمع بين التاريخ والتجارة والثقافة، المطاعم والبحر والمساجد وكل شيء بيميز اسطنبول. في النهاية إيمينونو مش مجرد محطة مواصلات أو مركز إن أنت تيجي تعمل شوبينج. دي منطقة عدى عليها أباطرة وسلاطين وملايين السياح في مئات السنين عدوا من المنطقة هنا. حتى اليوم ما زالت واحدة من أهم المناطق الحيوية في اسطنبول، وتعتبر قلب اسطنبول. فيها كل حاجة، يعني فيها مراكز تسوق زي ما قلت لك، البحر، الصيادين، المطاعم، الكافيهات، فيها كل حاجة. حتى أنا لما ما بلاقيش حاجة أعملها مثلا في الويك إند أجي بس هنا أقعد جنب البحر وآكل سندوتش سمك وأروح، مش عايز حاجة تاني يعني. فالمنطقة هنا جميلة جدا. حاول لما تيجي تزور اسطنبول تخصص يوم من زيارتك، أو خلينا نقول ساعتين 3، تقعد هنا شوية تشوف المدينة، تروح تعمل شوبينج، تاكل أكلة السمك مشهورة، تقعد جنب البحر، تشوف المنطقة، هتعجبك جدا. ودي كانت نهاية فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك، وقول لنا في الكومنتات لو انت زرت اسطنبول قبل كده ايه اكتر منطقة في اسطنبول انت بتحبها او ليها كده طابع خاص بالنسبة لك. ولو هتزوروا اسطنبول قول لنا برضو ايه اول منطقة هتيجي تزورها هنا في اسطنبول. نشوفكم في فيديو جديد. سلام.